بعد شهور اتقابلنا في المطار وحضنته بكل قوتي أول أسبوع لحسن في أمريكا. كان صعب جدا، كان تايه في المدينة ومش عارف يتعامل مع الناس. حسن: كل حاجة هنا سريعة وأنا حاسس إني غريب، بس أنا كنت عارفة إنه هيتعود زي ما أنا حاولت. بدأ حسن يدور على شغل، بس اللغة كانت عائق. حسن: كل ما أروح مكان يقولولي لازم إنجليزي. كنت بذاكر معاه بالليل، نتمرن على الجمل والكلمات. كل يوم كان خطوة صغيرة لكنها مهمة. أخيراً لقى شغل في مطبخ مطعم صغير، كان بيرجع تعبان، هدومه مليانة زيت وعرق. حسن: الشغل مرهق بس لازم أبدأ بأي حاجة. دلوقتي كنت بحاول أخفف عنه، بس شايفة اللي تعب في عينيه. أنا كمان كنت بدور على شغل أونلاين من البيت، لقيت شغل في الترجمة وكان دخله قليل بس مهم. نور: حسن، إحنا بنبدأ من الصفر بس على الأقل مع بعض. ابتسم وقال: وهنوصل حتى لو الطريق طويل. الشهور عدت وحسن بقى كاشير في المطعم. صاحب الشغل لاحظ اجتهاده وقرر يديه فرصة أكبر. المدير: لو فضلت كده هتترقى بسرعة. كان فرحان وأنا كنت فخورة بيه أكتر من أي وقت. بدأنا نعرف ناس جديدة ونتعود على الحياة. ابننا كبر وحياتنا بقت أهدى شوية. حسن: فاكرة لما قلتي إنك مش هتقدري؟ بصي فين وصلنا. ضحكنا وقلت: وانت فاكر لما قلت مش هتعرف تشتغل هنا؟ حسن بدأ يفكر في حلمه القديم، مشروع خاص بيه. حسن: نفسي أفتح مطعم مصري هنا. أنا كنت خايفة بس شايفة الشغف في عينيه. قلت له: لو أنت مؤمن بالحلم ده يبقى لازم تعمله وهتحققه بإذن الله. بدأ حسن يدرس فكرة فتح مطعم صغير للأكل المصري. كل يوم بعد الشغل كان يقعد قدام الكمبيوتر يتعلم عن إدارة المطاعم. حسن: لازم نفكر صح، مش عاوز أخسر اللي جمعته. كنت عارفة إن ده أكتر حلم بيفكر فيه من يوم ما وصلنا. الفلوس اللي معانا كانت قليلة بس كان عندنا عزيمة. حسن: هنبدأ بحاجة صغيرة، عربية سندوتشات الأول. كنت مترددة: أنت شايف إننا هنقدر؟ حسن: مش لازم ننجح بسرعة، المهم نبدأ. جبنا عربية صغيرة في شارع حيوي وسميناه طعمية مصرية. أول يوم فتحنا قعدنا ساعتين مفيش حد واقف عندنا. حسن: الصبر يا نور، مفيش حد بينجح من أول يوم. وفجأة أول